النهارده برضه هنقيم اكله سمك بس بيتي من الجزء الثاني. الجزء الاولاني الحمد لله كان فيه تفاعل حلو جدا. في كده بيج اسمها بيج ام ياسين، هي متخصصه برضه في الاكل البيتي، بس هي قالت لي جرب السمك من عندي، فانا قلت سمك واكل بيتي استغربت شويه، فقالت لي هتدوق شويه سمك هيعجبوك جدا، عشان كده عملنا منها اوردر وهنجربه. والحلقه دي باذن الله انا هخصصها ان انا ندعم كل ستات البيوت او كل حد بيبتدي لسه في حاجه في مطعم صغير، وان شاء الله ربنا يكرمه. 1 2 3 4. هو تقريبا لسه يجيبوا معالق بس ملحوقه تمام. المطاعم اللي بتبتدي جديد ديت احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعدلهم غلطات، بس مش في الطعم يعني، لو تغليف بتاع عادي، هو مش مطعم كبير فعشان كده هنعدي الغلطه ديت عادي. الاكل ده بقى جاي، انا بصيت في المنيو كان سمك مقلي، دول كان سعرهم 85 جنيه، ودي كانت الملوخيه بالجمبري. الريحه مبدئيا مبشره جدا بالخير، في ريحه طشه توم كده دخلت في نافوخي. وده بقى طبق بتنجان مخلل، ودوت بيجي مع السمك. في حاجه تحت الطبق ده. ايه ده؟ في حاجه سهله تحت الطبق ده جدع يا محمد. طبق سلطه، هو التغليف عموما على اللي فيه دوت كويس، الالمونيا والحاجات دي كويسه، فده طبق سلطه. يلا بقى نبتدي اول حاجه بالرز اللي بالجمبري ده شكل الجمبري اللي فيه، هو كميه الجمبري اللي فيه معقوله لحجمه. 50 جنيه برضو طبق رز بالجمبري. بصوا احنا برضو مش هنقارن بالمطاعم، انا ما اقصدش ان انا اعمل الحلقه ديت ان اقول الناس تسيب المطاعم وتروح للجروبات بتاعه ستات البيوت، لا انا بقول ان دوت ليه رزق ودوت ليه رزق، بس احنا على قد ما نقدر بنسعى ان احنا نكون سبب في رزق الناس، فربنا يرزق الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الرز جامد، البصل اللي فيه مش محروق، الرز لونه فاتح زي ما انتم شايفين فجامد جدا، وفي كميه جمبري مش وحشه. طبق الرز مبدئيا كقيمه مقابل سعر جامد جدا بصراحه. حته السمك بقى ده شكله، بصوا السمك واخد تتبيله من جوه كده ومقلي بيها، فهناخد حته سمك كده ندوقها الاول لوحدها. بصوا السمك طعمه حلو جدا، بس سبحان الله في نفس بيتي كده، ما تحسش انت بتاكل من مطعم، مودي الاكل في حته جامده جدا. فاحنا هناخد حته كده تاني وناخدها مع الرز مع حته جمبري، جامد جدا جامد جدا جامد جدا. سلطه بيض حرفيا، هي سلطه بيض بالظبط، نفس البيض دوت بس هي حاميه شويه. عايزين بقى ندوق المخلل دوت، انا بحبه جدا. هو واخد دقه كده من جوه جامده قوي. نخش بقى على الملوخيه، هو في كميه جمبري مش بطاله فيه. ايه الجمدان ده؟ اوف، الملوخيه مع الجمبري جامده جدا. فتقييمي للاكل دوت كده بشكل عام، السمك كان طعمه حلو، تحسه ان هو طالع جاي لك من البيت، انت اكله في بيتك. الرز دوت كان جامد جدا، عجبني قوي حتى لو من غير جمبري، فكان طعمه جامد، التتبيله بالبهارات مش محروق. بتنجان المخلل ده بقى ده نزل في قلبي ما نزلش في معدتي. من الملوخيه مش محتاج اقول تقييم، بان على وشي يعني صراحه ما شاء الله. هو البيج دي اسمها بيج ام ياسين، هسيب لكم رقمها والاسم في الوصف تحت. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الاكل بتاعها، وعلى فكره هي بتعمل كذا صنف تاني غير الاسماك، بس هي قالت لي يعني حاول تجرب مني الاسماك، لان تقول انا متخصصه في الاسماك والاكل البيتي في السمك وكده. فاتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا رايكم في التعليقات. استنوني بقى في حلقات وافكار جديده. سلام.